يا نهار ابيض، ايه ده يا ياسر؟ ده مستوى الجمال عالي قوي عندكم، وراح تاخد من السويد يا راجل. البنت هون مو مثل تبع تامر حسني ولا عمر دياب. فتى احلام البنت هون له مواصفات تانية. مواصفات تانية ازاي يعني؟ هون البنت اول ما بتولد هي مرتبطه بالبطل اللي تابع للمقاومه، يلي بيستشهد عشان خاطر بلده. يعني افجر نفسي قدامها عشان تحبني ولا ايه؟ لا، لازم تحبها بوطنيه. اصلا اللي بيحب عنا بيقولوا عنه تافه. تافه؟ انا الكلمه دي بسمعها كتير قوي اليومين دول. سطر حب، سطر مقاومه، كلمه حب، كلمه وطنيه، حتلاقي الامور مشيت معك مثل العسل. يا حبيبي يا اسطور، يلعن ابو ام الحروب يا اخي. انا مش عارف الناس الهبله دي بتحارب ليه. غل ونفسنا وسواد بعيد عني. عارف يا ياسر، انا نفسي كل البنات اللي في الدنيا يمشوا مع كل الولاد اللي في الدنيا، والحياه كده تبقى مليانه حب وضحك ودلع وحاجه اخر مليطه. فهمني يا ياسر؟ ايه فاهمك. فين بقى اصحابك البنات؟ ابراهيم العزقلاني، شاب مصري ضايع، ولقيت نفسي من ربع ساعه. ايش يا صاحبي، هذا الحكي ما بينفعش هون، ما بينفعش غير عندكم بمصر. ليه؟ هي الساعه هنا غير عندكم؟ بتعرفي هالشاب اللي قاعد قدامك اللي مالك عاد تعطيه اي اهميه، ايش رح يعمل باسرائيل؟ لو بتعرفك انت اخذتيني بالاحضان. تاخدك انت ليه؟ انا اللي حامل. هو ايش حتعمل في اسرائيل؟ ده انا هبهدلهم، بس قولي ان شاء الله. الاخ ابراهيم بطل من ابطال المقاومه. الله يخليك يا اخ ياسر، الله يخليك يا حبيبي. ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده؟ حلو. حلو ايه ونيلة ايه؟ انت جايبني عند كبابجي؟ انتوا ما عندكوش هنا مكنه، مكان متطرف مقطم، اي حاجه من الحاجات الهبله دي؟ ايش مكنه ومتطرف؟ دي بلاد بتحارب. طب واللي بيحارب ده برضه مش لازم يقعد قعده هاديه قبل ما ينزل يحارب عشان يبقى عليا وعلى اعدائي؟ ما تيجي نتمشى بالعربيه شويه؟ يلا. يلا بينا. لا لا، بقول لك ايه، هات لنا سوق عشان انا بعمل امريكاني وهيعجبهم قوي. يلا. عميت بعينك ولا؟ انا اسف، انا اسف. آسف؟ إيش يعني هي آسف؟ وين بيصرفوها هي آسف؟ قول لي. انا اسف، حقك عليا، انا اسف. هويتك والرخصه. تعرف يا اخويا ناجي، اللي بيموت فدا الوطن بنبكي عليه وبنحط صورته على راسنا، وبيضل عايش في الذاكرة زي آخر صورة شفناه فيها. بس أنا ابني طارق ما بكيتش عليه ولا رح أبكي عليه. أصعب إشي يا أخويا ناجي إنه ابنك يكبر بعيد عنك ويتغير شكله وما تعرفش عن شكله شيء. ما حاولتش تزوره وتشوفه طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ الزيارات ممنوعة من سنة ال94 وما فيش ناس تحكي لهم. طب ما كلمتش حد من الحكومة أو من السلطة يخلوك تشوفه؟ ما هم دول برضو مش بيقدروا يدخلوا هناك عندهم. ما هم هدول اللي بدهم واسطة عشان يعرفوا يدخلوا يا أخويا ناجي. حكومة إيش؟ عارف احنا مصيبتنا ايه يا أبو طارق؟ مصيبتنا إن احنا بقينا رخاص، واحنا اللي رخصنا نفسينا. عارف ده لو أسير إسرائيلي كانت إسرائيل قومت الدنيا كلها عشانه. يا جماعة لا تقلبوها غم، طارق جاي. قلبي بيقول لي إنه طارق جاي.
وقلبي عمره ما كذب علي. طارق اجاني في المنام، اجاني في المنام يا استاذ ناجي. الاسرائيليين اللي اعتقلوه ما قدروا يمنعوه انه يجي علي. قال لي يا عمتي انا وياك السنه الجاي بدنا نكون على عرفات، بدنا نحج. طارق جاي، طارق جاي. ايوه يا ياسر، وينكم يا ولدي؟ ايش؟ مركز الشرطة؟ وليش حبسوا ابراهيم؟ ابراهيم في الشرطه ليه؟ ماشي، انا هحكي مع اخوك حامد يجيكم. ايه، هسا يجيكم. ما تقلقش يا ناجي بيك، حيروح حامد ويجيبه. الله يخرب بيتك يا ابراهيم. احنا جايين غزه عشان نعاكس بنات يا ابراهيم؟ بقى انا جامعكم من اخر الدنيا وبقالي 3 اشهر بدرب فيكم واعلم فيكم، وانت جاي تفضحنا هنا؟ يا باشا عاكس مين؟ ما تظلمنيش، هو انا عارف عاكس في البلد دي؟ طب اقول لك على حاجه، احنا كل البنات اللي كانوا قاعدين معانا من المقاومه. من المقاومه؟ اللي معاها آلي واللي معاها بندقيه واللي لابسه حزام ناسف. وانت كنت قاعد معاهم بتعمل ايه؟ بنتكلم في المقاومه. انت بتتكلم في المقاومه؟ انت فاكر احنا فين يا باشا؟ هي البلد دي فيها اي وسيله ترفيه؟ ده انا حتى ما تخيلتش بتاع عصير زي فرغالي نقف نشرب فخفخينه ولا حاجه. ده اخر انذار ليك يا ابراهيم، فاهم؟ حاضر يا باشا.